النهاردة هنكمل باقي سلسلة حكايات من زمن ما فاتش، وهنتكلم عن يوم هو أقدس يوم في السنة، واليوم دوت حصل فيه خلاص للبشرية كلها، اللي هو يوم الجمعة العظيمة أو الجمعة الكبيرة. وهنعرف إيه الشخصيات والأماكن اللي اتذكرت في اليوم دوت، وإيه الأحداث المهمة اللي حصلت في اليوم ده، وهل العهد القديم اتكلم عن الحاجات دي ولا لأ. كل ده هنعرفه مع اللي منورنا النهاردة، أستاذ أنور شحاتة. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بيك، إزيك؟ عامل إيه؟ أنا مبسوط إن أنا معاكم النهاردة، وأتمنى إن يكون يوم كويس ونقول معلومات تكون مفيدة بالنسبة لكم وتخليكم نفهم الأحداث اللي حصلت في اليوم ده بالظبط. أول حاجة عايزين نعرف إيه هو التوقيت اليهودي، وبيختلف إيه عن التوقيت بتاعنا اللي إحنا نعرفه. هو سؤال حلو جدا وبيعرفنا حاجات كتيرة ممكن نكون إحنا مش فاهمينها. إن التوقيت اليهودي بيقسموا الوقت لساعات اسمها الساعات الكبيرة. كل ساعة بتشمل 3 ساعات، تبتدي من الساعة الأولى، الساعة الأولى، الثالثة، السادسة، التاسعة، زي ما احنا متعودين حتى في صلوات الأجبية والحاجات دي. بالنسبة لليهود الساعة الأولى دي بتعني إن هو شروق الشمس اللي هو الساعة 6 الصبح. فاحنا بالنسبة لنا الساعة الأولى احنا بنزود 6 ساعات علشان نوصل للتوقيت اللي احنا العادي اللي احنا بنستعمله دلوقتي. يعني لو قلنا الساعة الأولى يبقى معانا الساعة 6 الصبح، بعديها الساعة الثالثة يبقى هنزود 6 ساعات يبقى الساعة 9 صباحا، وهكذا على بقية اليوم. طبعا ده بيفيدنا إن احنا لما بنقرأ كتاب مقدس نعرف الميعاد اللي هو يقصده إيه بالظبط. في الترجمة بتاعت فان دايك بتستعمل التوقيت اليهودي، لكن في ترجمات تانية بتستعمل التوقيت اللي احنا بنستعمله دلوقتي، زي الترجمة الكاثوليكية والترجمة العربية المشتركة وكتاب الحياة، بيكتبوا التوقيت العادي. لكن الكتاب المقدس اللي هو الفان دايك اللي هو زي ده اللي معانا كلنا، ده بيستعمل التوقيت اليهودي. والتوقيت اليهودي ده لغاية دلوقتي الكنيسة بتستعمله في صلواتها يعني. مم. حتى في صلوات البصخة لما بنيجي الساعات أو في صلاة الأجبية في السواعي بنستعمل التوقيت اليهودي ده. وفي اليهود كمان في معلومة إن اليوم بيبتدي من بالليل أو من غروب. يعني مثلا إحنا مثلا يوم الاثنين مثلا بيبتدي من يوم الأحد بالليل بالنسبة لنا إحنا، لكن هما مم. بيقولوا ليلة الاثنين. مم. يعني صباح يوم الاثنين يبقى يوم الاثنين. مم. فعشان كده مثلا إحنا يوم الثلاث بالنسبة لنا هنا بالليل بنقول ليلة الأربع في الصلوات، لأن ده التوقيت اليهودي، اليوم بيبدأ من الغروب. مم. طب ادينا فكرة دلوقتي عن الأحداث اللي حصلت في اليوم ده سريعا. اليوم طبعا يوم الجمعة الكبيرة ده من أقدس أيام السنة، إذا لم يكن أقدسها. يعني هو يوم القيامة، لأن هو ده اللي بيقدم لنا فيه السيد المسيح الخلاص للعالم كله. بيبتدي من يوم من أول القبض على السيد المسيح في بستان جثيماني، بعد ما يهوذا خد الجنود وراح عشان يقبضوا عليه. مم. ده كان الساعة تقريبا 2 بعد منتصف الليل. بعد كده السيد المسيح بيودوه عند رؤساء الكهنة، بيتحاكم 3 محاكمات دينية. وبعد كده بيودوه لبيلاطس وهيرودس، بيتحاكم 3 محاكمات مدنية. هنعرف الحاجات دي بالتفصيل بعد كده. وبعد كده بيصدر حكم الموت على السيد المسيح من بيلاطس. وبعد كده بيروح على الجلجثة، بيتصلب هناك وبيموت. وبعد كده بيموت بتوقيتنا احنا، بيموت الساعة 3 العصر. بينزلوه من على الصليب الساعة 5 المغرب، وبيدفن الساعة 6. وكده باليوم بينتهي بالنسبة لنا احنا أحداثه بدفن السيد المسيح. اليوم دوت أكيد ظهر فيه شخصيات كتير، عايزين نعرف مين الشخصيات دي سريعا. هو اليوم ده فيه شخصيات اتذكرت في الكتاب المقدس فعلا في الأحداث بتاعة يوم الجمعة الكبيرة، زي ما احنا قلنا من أوله لغاية آخره في شخصيات كتير اتذكرت. وفي شخصيات موجودة في التقليد، يعني مش مذكورة في الكتاب المقدس لكن موجودة في تقليد الكنيسة يعني. أول شخصية معانا كان يهوذا طبعا، اللي سلم السيد المسيح، وأكيد ده اتكلمنا عليه كتير وكلنا عارفينه. لكن هي في معلومة جديدة عنه، إن هو كان يهوذا كان من أكبر الرسل سنا، عشان كده كان معاه الصندوق. إن عارفين اليهود كان دايما الكبير هو اللي بيبقى مسؤول عن الماليات والحاجات زي كده، عشان كده كان ماسك الصندوق. مم. وده التلميذ الوحيد اللي كان من اليهودية. يعني احنا عارفين السيد المسيح كان من منطقة اسمها منطقة الجليل اللي هي في شمال فلسطين. اختار ال 11 تلميذ من الجليل، لكن يهوذا كان هو الوحيد اللي اختاروا السيد المسيح، وكان ساكن في اليهودية، المدينة في بلدة اسمها الأسخريوط، عشان كده مسمينه يهوذا الأسخريوطي.
طبعا يهوذا برضو في قصة موته في اختلاف. يعني في إنجيل متى بيقولوا إن هو مضى وشرك نفسه. بيجي في أعمال الرسل بطرس الرسول بيقول في العظة بتاعته إن هو سقط على وجهه وانشق وانسكبت أحشائه. فطبعا في ناس بتقول لك إزاي يبقى في اختلاف في القصة، لكن لا، هو مفيش اختلاف ولا حاجة. هو اللي حصل إن هو فعلا راح وشنق نفسه وعلق نفسه على شجرة في حبل، وبعد كده تقريبا ممكن بعدها بيوم أو حاجة حصل إن الحبل ده اتقطع أو الفرع الشجرة اتكسر، فنزل كان محطوط على مكان عالي، نزل فعلا مع ابتدى يتعفن. ففعلا لما نزل وقع وانسكبت أحشائه، يعني انفجرت أحشائه كلها. فهم القصتين بيكملوا بعض، مش متناقضين مع بعض يعني. ده بالنسبة لأول حد يهوذا. طبعا بطرس عارفين قصته كلنا، مش هنتكلم عليه كتير. بعد كده في رؤساء الكهنة. كلمة رؤساء الكهنة دي غريبة علينا شوية، عشان احنا عارفين ان دايما اليهود ما فيش غير بيبقى رئيس كهنة واحد بس هو اللي موجود، وما بيختاروش حد غيره بعد موت رئيس الكهنة. فكلمة رؤساء الكهنة دي بتبقى غريبة علينا شوية لما نسمعها. وكان في رؤساء الكهنة اللي اتذكر اسمائهم ان هو حنان وقيافة. طبعا ليه في رؤساء كهنة في الوقت ده؟ طبعا كانت فلسطين كانت تحت الحكم الروماني، ففي الوقت ده كان الحاكم الروماني هو اللي بيختار رئيس الكهنة أو يعزله، يعني هو اللي بيعينه أو بيعزله. وللأسف انتشرت كمان أياميها، كانوا بيشتروا الوظيفة دي بالرشوة. يعني كان ممكن واحد يقدم رشوة للحاكم الروماني علشان يعينه رئيس كهنة. وده اللي كان حاصل مع حنان. حنان ده كان رئيس الكهنة المعزول، ما كانش هو الرسمي، لكن هو كان ليه نفوذ كبير جدا في الوقت ده. وقيافة ده كان رئيس الكهنة الرسمي، اللي هو كان متعين، هو الموجود الحالي هو الرسمي، يعني اللي بيتعامل معاه كرسمي ان هو رئيس كهنة. وده كان قيافة ده كان جوز بنت حنان، يعني حنان ده كان حماه. ومن نفوذ حنان ده ان كان اختار 4 رؤساء الكهنة من ولاده، كانوا بيتعينوا برضه، لان هو كان راجل غني جدا وكان ليه نفوذ جدا، وكان هو اللي بيحرك الاحداث كلها. ده بالنسبة لموضوع رؤساء الكهنة اللي اتذكروا. في طبعا عندنا بيلاطس، ده كان والي على اليهودية أو الحاكم الروماني على اليهودية، المنطقة اللي كان فيها أورشليم. وهو ده اللي حكم على السيد المسيح بالموت. وكان في طبعا زوجته دي لما قالت له إياك وهذا البار، حذرته منه، لأن هو كان طبعا بتقول إن السيد المسيح بريء. وزوجته دي كان اسمها بريكولا تقريبا حسب ما التقليد بيذكر يعني. وبعد كده في شخصية تانية من الحاكم الروماني برضو كان اسمه هيرودس. هيرودس ده اللي هو كان بيحكم منطقة الجليل اللي كان منها السيد المسيح، اللي كان بيعيش فيها السيد المسيح. عشان كده بيلاطس لما عرف ان هو جليلي بعته لهيرودس باعتبار ان هو مواطن من المنطقة اللي هو بيحكمها يعني. وهيرودس ده اسمه هيرودس انتباس، ده غير هيرودس الكبير في وقت الولادة. هيرودس الكبير ده اللي كان ايام السيد المسيح، ايام ميلاد السيد المسيح، وده اللي قتل اطفال بيت لحم. هيرودس انتباس ده ابنه، وده اللي حصلت في ايام صلب السيد المسيح، هو اللي مذكور هيرودس انتباس ده. وهيرودس انتباس ده هو اللي قتل يوحنا المعمدان. ده بالنسبه لهيرودس. في بعد كده شخصيه بيذكرها التقليد اللي هي فيرونيكا، القديسه فيرونيكا. فيرونيكا دي اللي هي مسحت وجه السيد المسيح بمنديل، والمنديل اتطبع على وجه السيد المسيح، اتطبع على المنديل. وده طبعا كان القصة دي موجودة في التقليد، مش موجودة في الكتاب المقدس. والقديسة فيرونيكا في كذا احتمال بيقولوا ان هي دي حسب التقاليد او حسب الحكايات المتواردة يعني. بيقولوا ان هي كانت احدى النسوة اللي هم كانوا بيخدموا السيد المسيح، وكانت حاضرة الصلب. وفي ناس بيقولوا ان هي زوجة زكا العشار. وفي ناس تانية بتقول ان هي المرأة نازفة الدم. وفي برضه قصة تانية بتقول ان هي مريم اخت العذراء، لا سوري، مرسى اخت العذراء. فالقصص دي كلها. طب بيقولوا ليه عليها قديسة فيرونيكا؟ لان فيرونيكا معناها، يعني الاسم ده معناه الايقونة الجميلة، الايقونة الجميلة. فممكن اطلق عليها الاسم ده ايا كان اذا كانت اي واحدة منهم، طبعا لان صورة السيد المسيح المطبوعة على المنديل طبعا ما فيش ايقونة هتكون احسن من كده يعني. فممكن يكونوا اطلقوا عليها الاسم عشان كده يعني. بعد كده في عندنا سمعان القيرواني.
ده اللي حمل الصليب مع السيد المسيح بعد ما الإعياء اشتد على السيد المسيح وما كانش قادر يشيل الصليب لأنه وقع 3 مرات، فسخروا واحد كان اسمه سمعان القيرواني. سمعان القيرواني ده اتذكر في ال3 أناجيل، يوحنا ما ذكروش، ويقال برضه لأن هو ما كانش حضر الحادثة دي، يوحنا الحبيب اللي كتب الإنجيل، علشان خاطر كان في الوقت ده كان راح يجيب العذراء عشان تشوف السيد المسيح قبل ما يموت على الصليب، فما حضرش الواقعة فما ذكرهاش. لكن ال3 أناجيل التانيين إيه؟ حضروها، يعني قصدي ذكروها يعني. بعد كده عندنا في شخصيتين مرتبطين ببعض اللي هو يوسف الرامي ونيقوديموس. الاتنين دول كانوا من مجمع السنهدريم، لكن كانوا مؤمنين بالسيد المسيح، ما كانوش موافقين على صلبه طبعا، وكانت جراء منهم جدا ان هم كانوا كشخصيات يهودية معروفة ان هم يكفنوا السيد المسيح ويدفنوه. يوسف الرامي راح طلب من بيلاطس ان هو يدفن السيد المسيح في القبر، وفعلا انضم ليه نيقوديموس وفعلا كفنوه وحطوا عليه الاطياب ودفنوه في القبر. دي باختصار كده الشخصيات اللي احنا اللي مذكورة في الأحداث اليوم يعني. طب احنا كده بعد ما عرفنا ايه هي الشخصيات الأساسية باختصار، عايزين نعرف ايه الأماكن اللي اتذكر اللي حصل فيها الأحداث دي. هو في طبعا أماكن كلها مذكورة في كتاب مقدس في اليوم ده في الأناجيل ال4. احنا ممكن ناخد فكرة عنهم كده من خلال الخريطة اللي هنعرضها دلوقتي. هو في زي ما قلنا في أماكن كتيرة اتذكرت في اليوم ده. أول مكان جثيماني اللي هو ده على جبل الزيتون، ده اللي اتقبض عليه السيد المسيح، اتقبض عليه فيه. وبعد كده المكان التاني اللي هو قصر حنان وقيافة اللي هم قصر رؤساء الكهنة، ده موجود طبعا جوه أسوار أورشليم. طبعا دي خريطة لأورشليم كلها، وده السور ده اللي هو حوالين أورشليم، وطبعا ده الهيكل يعني. يبقى تاني حاجة، أول حاجة جثيماني، بعد كده قصر قيافة، وبعد كده قلعة أنطونيا اللي هي مقر الحاكم اللي كان فيها بيلاطس، وهنا في برضو قصر هيرودس ده اللي كان قاعد فيه هيرودس، وفي مكان هنا الجلجثة ده اللي اتصلب فيه السيد المسيح. دي باختصار الأماكن اللي مذكورة في اليوم ده في الكتاب المقدس. دلوقتي بعد ما عرفنا الشخصيات والأماكن، عايزين بقى نسمع القصة، نعرف ايه الأحداث اللي حصلت في اليوم ده بالتفصيل. نبتدي دلوقتي نعرف الأحداث بالتفصيل اللي حصلت في اليوم ده. احنا قلنا الأحداث بتبتدي من بستان جثيماني، حصل إن هم قبضوا على السيد المسيح وكان موجود يهوذا. بعد كده خدوا السيد المسيح، طبعا قبضوا عليه وربطوه ونزلوا بيه لغاية ما دخلوا هنا من البوابة بتاعة سور أورشليم، لغاية ما وصلوا لقصر رؤساء الكهنة اللي احنا قلنا عليهم ان هم حنان وقيافة. الأول طبعا احنا قلنا حنان ده اللي كان ليه نفوذ كبير جدا، فخدوا ودوه عند حنان الأول. دي كانت أول محاكمة دينية تعرض لها السيد المسيح. بعد كده بعتوا لقيافة اللي هو رئيس الكهنة الفعلي. بعد كده ودوه كان في مجمع السنهدريم، وكان مجتمع برضه في قصر رؤساء الكهنة. وفي الوقت ده حكموا عليه إن هو مذنب ومستحق للموت. في لقائه مع قيافة شق ثيابه. طبعا دي كان ممنوع إن رئيس الكهنة يشق ثيابه، لكن ده كان إعلان عن انتهاء كهنوت العهد القديم وبداية كهنوت جديد اللي هو كهنوت على طقس ملكي صادق. بعد محاكمته قدام حنان وقيافة، الوقت ده اللي حصل فيه إنكار بطرس. لما صاح الديك، وبعد المحاكمتين قدام حنان وقيافة الديك صح، فبطرس عرف وافتكر كلام المسيح وندم. بعد كده بعد ما مجلس السنهدريم قال ان هو مستحق الموت، في الوقت ده راح يهوذا بعت له، يعني راح قال لهم انا الفلوس وان انا سلمت ندمان ان هو سلم دم بريء. وبعد كده زي ما احنا قلنا ان هو ذكر ان هو راح وخنق نفسه. بعد ما هم مجلس السنهدريم أصدر قرار إن هو مذنب، طبعا ده كانت تهمة دينية اللي هي التجديف، ودي السلطات الرومانية مش هتهتم بيها جدا، فلفقوا تهمة جديدة إن هو بيقول على نفسه إن هو ملك اليهود، وإن هو عامل إن هو ضد قيصر علشان يقدروا يستصدروا حكم من بيلاطس
إن هو بإعدامه، وفعلا بيبعتوه عند بيلاطس زي ما احنا قلنا في قلعة أنطونيا اللي هي مقر الحاكم. وهو طبعا ده ما كانش المقر الدائم ليه، ده كان بيحضر فيه بس أيام عيد الفصح، علشان طبعا كان بيبقى أورشليم زحمة جدا وممكن تحصل أي اضطرابات، فبيبقى قريب من الأحداث. ولما عرف إن هو السيد المسيح من الجليل، بعتوا لهيرودس عشان كان مسؤول عن منطقة الجليل، فبعتوا. احنا بنعمل عشان نعرف بس خط السير. أول حاجة من جثيماني لقصر حنان وقيافة، وبعد كده راح عند قلعة أنطونيا أو دار الولاية اللي فيها بيلاطس، وبعد كده بيلاطس بعته عند هيرودس. الكتاب بيذكر طبعا ان هيرودس فرح جدا عشان كان بيسمع عن السيد المسيح وقال له ان هو عايز يشوف آية. طبعا السيد المسيح ما ردش عليه لأنه ما بيعملش آيات للاستعراض يعني، فرجعه تاني لبيلاطس. والكتاب بيذكر انه كان في عداوة بين بيلاطس وهيرودس، لكن بسبب الحركة دي العداوة دي راحت. ده بيعرفنا برضه ان السيد المسيح بيصنع سلام في اي مكان موجود فيه، حتى لو كان اعدائه بيصنع بينهم سلام. طبعا رجع هنا تاني، ابتدى يحاول يتملص بيلاطس ان هو يحكم على السيد المسيح بالموت، لكن اليهود اصروا ان هو يموت برضو. حتى لما قال لهم طب اطلقوا بسبب اكدبوا اطلقوا لكم، قال لك لا اصلبوا. قال لهم طب بمناسبة العيد، كانوا طبعا احنا زي ما احنا كلنا عارفين بيطلق لهم مسجون بسبب عيد الفصح. قال له لا، عايزين احنا عايزين باراباس. احنا في الشخصيات اللي احنا اتكلمنا عليها نسينا نتكلم عن باراباس دوت. طبعا باراباس ده كان بيعمل اضطرابات جامدة وكان قاتل، وبيقال اللي كان اسمه يسوع. يعني من ضمن التقليد بيقول ان هو كان اسمه يسوع، ما كانش اسمه باراباس، لكن ما كانوش بيذكروا اسم يسوع، لان حتى كان في التقليد كان في كده زي حاجه ضمنيه ان محدش يسمي اي اسم يعني ولاده او حاجه يسوع، لان ده كان اسم خاص بالسيد المسيح وخاص بربنا يعني، فما كانوش بيسموه. فعشان كده في انجيل لما بيلاطس بيقول لهم اترك لكم باراباس ام يسوع المدعى المسيح او الذي يدعى المسيح، طبعا هو عايز يفرق بين الاثنين. لكن لو هما الاثنين اساميهم مختلفه كان قال خلاص اترك لكم باراباس ولا يسوع. لكن عشان تقريبا كان باراباس تقريبا كان اسم يسوع، فقال على اترك لكم باراباس ام يسوع المدعى المسيح. بعد كده اصدر الحكم. احنا لو عايزين نعرف التوقيتات، تقريبا لما اتقبض على السيد المسيح كانت الساعه 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت العادي بتاعنا احنا، والمحاكمات هنا كانت من الساعة 2 لغاية الساعة 5، الثلاث محاكمات اللي هم الدينية. وبعد كده عقبال ما ودوه لبيلاطس كانت الساعة في المحاكمة الأولى كانت الساعة 7 مساء 7 صباحا، ولما راح لهيرودس كان 8 صباحا، ولما رجع تاني المحاكمة التانية عند بيلاطس كانت الساعة 9 صباحا، اللي هي بنقول عليها بالتوقيت اليهودي الساعة 3 أو الساعة الثالثة، وده الوقت اللي أصدر فيه حكم الموت. بعد كده راح السيد المسيح خدوه ومشي عن طريق الجلجوسة ده، وتقريبا المسافة دي حوالي 850 متر. وطبعا ده الوقت اللي حصل فيه سمعان الكهرواني شال الصليب مع السيد المسيح، وكمان القديسة فيرونيكا لما موضوع حكاية المنديل اللي احنا قلناها من شوية. السيد المسيح اتعلق على الصليب الساعة 12 ظهرا، ومات الساعة 3، يعني قعد على الصليب 3 ساعات. وبعد كده حصل انشقاق الهيكل، زي ما احنا قلنا ان لما رئيس الكهنة شق ثيابه، ده اعلان عن انتهاء كهنوت العهد القديم. وبرضه انشقاق الهيكل معناه انتهاء العبادة بالذبائح بتاعة العهد القديم، وتبتدي عبادة جديدة بالخلاص اللي قدمه السيد المسيح. وان الذبائح دي كان رمز ليه مبقاش خلاص انتهت بحدوث الخلاص، والذبائح الحقيقية حضرت واتصلب على الصليب. الساعة 5 مساء نزل من على الصليب. طبعا كان صباح سبت،
فعايزين يعجلوا بموت الناس المصلوبين، فحاولوا يكسروا عظامهم. طبعا ما حصلش الموضوع ده، لأن السيد المسيح كان مات فعلا. كسروا رجلين الصين اللي حواليه، لكن السيد المسيح ما اتكسرش، لأن طبعا دي نبوة إن هو مفيش عظمة من عظامه تكسر. ونزلوه من على الصليب الساعة 5 واندفن الساعة 6. وكان القبر كان قريب جدا هو ما ذكرش مكانه فين، لكن كان قريب جدا من مكان الصلب. ده باختصار مشوار السيد المسيح خلال اليوم.